انتشرت على جدران كنايس، رسوم اداريه، ايقونات. موضوع التوبيك اللي انا هتكلم فيه مباشره هو الفنون القبطيه ولكن في سياق اسلامي، لان احنا عندنا الفن القبطي ما انتهاش مع القرن السابع مع دخول العرب. الفن القبطي موجود، بيبقى فيه حضاره قبطيه وفي حضاره لغايه دلوقتي بينتج الفنون بشكل يعني مسلم. لكن اللي انا هركز عليه لما دخلنا في الفتره بتاعت القرن السابع والثامن والتاسع وابتدينا فنون تنتج في ظل الفترات الاسلاميه، ابتدينا نلاقي بعض العناصر والموتيفات هي اللي هعمل فوكس عليها. من الحاجات اللي احنا تملي بنشوفها لما من الوهله الاولى بنبص على بعض المخطوطات، بتكلم هنا عن موتيفات والزخارف. يبدو لينا في زخارف بعض الاناجيل من بعيد من غير ما نقرا اي نصوص ان هي زخارف زي اللي بتبان بالظبط في موتيفات المصاحف الشريفه، في الزخرفه الهندسيه والزخرفه النباتيه اللي بتبقى موجوده بتبقى تقريبا متشابهه جدا جدا. واللي قدامنا ده انجيل من القرن 14 موجود في المتحف القبطي، بتبان دخلة الانجيل هنا بيستخدم فيها الزخارف بنشوفها في بعض المصاحف الاسلاميه، لكن يبتدي يستبدل هنا بعض العناصر زي العناصر الكتابيه اللي بيكتب فيها بالخط الكوفي الانجيل الطاهر والمصباح الزاهر منبوع الحياه وسفينه النجاه للحواريين الاطهار. حتى لما بيجي يستخدم الفاظ نلاقي بيستخدم الالفاظ اللي الاخر في هذا المجتمع يستطيع ان يدركها ويفهمها، فنلاقي حتى الالفاظ زي كلمه الحواريين مش التلاميذ، فنلاقي من المصطلحات اللي كانت متداوله في الجزء ده. تاني حاجه برضه في بعض الزخارف الهندسيه زي يعني الموجوده في الوسط بيستبدل بعض الزخارف باربع صلبان، فهو يدي اشاره هنا للحواريين الاطهار اللي هو مرقس ومتى ولوقا ويوحنا بهذا الشكل. فدي موتيفه بتظهر معانا في زخارف بعض المخطوطات اللي بعض المنازل. برضه بيبان معانا في نفس المخطوطه الموجوده في المكتبه الوطنيه في باريس. برضه ذكر توراة موسى النبي عليه السلام السفر الاول، برضه عليه السلام هتلاقي اللفظ والمصطلحات قريبه جدا من المصطلحات الاسلاميه المستخدمه، فما كانش في مشكله عند الاخبار في هذه الفتره. كان عندنا من سويس بن مقفع وولاد العسال وبولس البوشي وعدد كبير من اللي ترجموا الانجيل واللي كانوا ترجموا اللغه العربيه، عدد كبير جدا من الاناجيل من القبطي للعربي من اليوناني للعربي، ما كانش عندهم مشكله في ان هم يستخدموا المصطلحات اللي برضه مشتركه في المجتمع في الوقت ده. نفس الحكايه برضه هنلاقي فيه نرجع بس معلش هنلاقي برضه في زخرفه كانت موجوده في الوقت ده ما بين الايوبي والمملوك اسمها زخرفه السحب السنيه، اللي هو الكتابه وفي زي ما يكون في حاجه بيضاء كده، ودي كانت منتشره في العصر المملوكي بشكل كبير. والانجيل في هنا القران او احد المصاحف لو حطينا ده جنب اللي فات ما بنقدرش نعرف ايه الفرق، ايه النصوص والكونتكست والمحتوى الموجود فيها. لو اتنقلنا لحاجه تاني في الزخارف الهندسيه اللي بتبقى موجوده في داخل بعض الجوامع، ده من سلطان داركوك مثلا، احنا بنشوف زخارف الطبق النجمي، الزخارف الموجوده في الاعمده. لما بنبتدي ننقل لزخارف ثانيه موجوده مثلا من نعمل مقارنه ما بين حاجه موجوده في بيت الانبطولس من القرن ال 13 السقف الموجود في منطقه الخورس، واحد الاسقف الموجوده لاحد المنازل المملوكيه في القاهره، نلاقي الزخرفه بتتشابه في شكل هندسي في الشكل النباتي. يمكن يكون بس اللي بيختلف انه بيحط ايه من الانجيل او ايه من المزامير في السطر اللي احنا شايفينه تحت، او مثلا بيبتدي ياخد الزخارف نفسها ويحولها بشكل صليب، فده اللي ممكن يبقى زياده، لكن هي نفس التكنيك ونفس الاسلوب اللي كان موجود في يعني في المجتمع المصري في الوقت ده، هيبقى موجود داخل البيت، داخل الكنيسه، داخل الجامع، داخل السبيل، داخل الكتاب. هي نفس الحكايه، يعاد استخدام الموتيفات تاني لكن بتتوظف في السياق بتاعها المسيحيه او باعتبار ان هي زخارف عامه ومنتشره. هنا بقى بعمل المقارنه ما بين الموتيفه الاخيره الموجود فيها في النص الصليب وموتيفات ثانيه من كذا مدرسه وكذا جامع من الجوامع الاسلاميه، الجوامع يعني بتاعتنا اللي فيها نفس الزخرفه لما بنبتدي نحط ده قدامنا. مقارنه ثانيه.
هنرجع على حاجه ثانيه، فكره القديسين الفرسان الموجودين على الحصان ونمثل سيره من سير القديسين. طبعا مشهد اللي قصادنا من دير انبا انطونيوس، لكن انا هنا هركز على دير الحصان الموجود ورا، معمول بطريقه كده زي الفيونكه البسيطه او متضفر مثلا زي الحصان الشمالي. ودي يعني لما بنركز عليها في شكل كذا حصان بتلاقي فيه موتيفه في عمليه التطفير، ممكن ما يكونش ليها اي علاقه بالمسيحيه او برمزيات مسيحيه، لكن ليها علاقه. عندنا اكثر من تطفير لكذا قديس من القديسين على الرسوم الإلهية. نلاقي تطفير دير الحصان، نحط كذا تطفير دول مع بعض كده نلاقي باشكال مختلفه، لكن لو انا هاجي ابص عليها في الفنون الاسلاميه هلاقي نفس الزخرفه دي موجوده. دي من كنيسه كانت في الحمودي او اسمها التاتوم، ولكن اختفت مش موجوده دلوقتي، لكن دي كانت الحفاير بيشتغلوا هناك صورتها وجابت لنا برضه حاجه من القرن العاشر بربط دير الحصان. لما بروح للمخطوطات التركيه والمخطوطات العربيه والصفويه تلاقي الفرسان اللي كانوا بيتمثلوا في المخطوطات كانوا بياخدوا برضه ربطه الديل اللي احنا شفناها من شويه في بعض الحصينه بتاعت قديسين الفرسان. هي حاجه ما لهاش علاقه بجزء مسيحي او ديني، هي لها علاقه بشيء منتشر في المجتمع، موجود داخل الكنيسه، موجوده داخل الحياه العامه بشكل عام. نفس الحكايه هنا. برضه دي هنا من المخطوطات التركيه بنلاقي فيها برضه فكره ربط دير الحصان، حتى البردعه المزخرفه والزخارف الغديه والهندسيه بتتشابه مع اللي احنا كنا شفناه من شويه مع القديسين. نفس الحكايه كنيسه المعيفه. هنا برضه على حاجه عثماني بيبان فيها الزخرفه والتفاصيل بتاعت ربط دير الحصان، بس بركز على لطيفه صغيره، لكن في حاجات كتيره في الفن هنشوفها في مقام. نفس الحكايه برضه زي اكيد من الزجاج، لكن بيجمع معانا هنا برضه كل حصان موجود، شخصيات موجوده ما لهاش علاقه بالقديسين الفرسان، لكن فكره الفرسان خد بالكم دي طبقه اجتماعيه ليها مكانه عاليه جدا على مدار التاريخ، وخاصه في الايوبي والمملوكي اللي بعد شويه بعد ما كانوا طبقه عسكريه في الدوله بقت طبقه حاكمه ليها قدرها، وحتى بعد انتهاء فتره المماليك هتلاقوا العثمانيين كانوا بيستعينوا بالطبقه العسكريه دي في عمليات الحكم. نيجي لحاجه ثانيه برضه، فكره بعض الملابس اللي بنشوفها مع بعض الشخصيات الموجوده على رسوم جداريه، اللي هي فكره الربطه للعمامه اللي بتتلف 3-4 مرات ونازل منها ديل على الجنب كده، او البنطلون اللي بيبقى موجود تحت العبايه، البانس الموجوده تحت دي شفناها في بعض الشخصيات الموجوده في صور مسيحيه. لما بنيجي نبص على بعض المخطوطات نفس الحكايه هنا برضه دي رسمه من رسوم اليوسفين، وده جدا اليوسفين تحت برضه لما جه يمثلوا بالعمامه. في الغالب الفنان لما بيرسم شخصيه بملابس معينه هو بيختار الملابس السائده في العصر بتاعه، دي من القرن ال 13 فهو في الغالب واخد ملابس في العصر القديم. العمامه دي لما نيجي نقارنها مع مقامات الحريري ونبص على الشخصيات اللي كانت بتترسم، الشخصيات اللي كانت بتترسم بتاخد نفس العمامه لفه لفتين وبينزل جزء سفلي او خلفي بالطريقه دي، فهو واخد نفس الملابس تقريبا. برضه زخرفه الملابس بتاعت الشخصيات بتنم على الطبقه الاجتماعيه، كل ما كان في زخارف اكثر على الملابس كل ما كانت الشخصيه دي من الطبقات العاليه في المجتمع. هنا بس بحط الاثنين مع بعض عشان نقدر نقارن شكل وزخرفه العمامه الموجوده فوق راس الشخصيه الموجوده في رسمه من الرسوم القبطيه، والمقامات الحريري اللي هي بيبان فيها المجتمع كان بيلبس ايه في الوقت ده والفنان استخدم. برضه البناطيل اللي من تحت دي اللي كانت تحت الملابس كانت بتوصلنا هنا في مقامات الحريري في بعض الزخارف، يعني بنلاقيها متكرره ان في بنطلون تحت الملابس العاديه، من الواضح ان دي كانت سمه للمجتمع وملابس المجتمع في الوقت ده بتظهر جوه الكنيسه، بتظهر جوه الحياه المدنيه، بتظهر في اي زخارف بعد كده. هنا للمقارنه برضه العمامات بتتكرر. هنا من مخطوطه للكتاب المقدس مع الكاثوليك بباريس، جايبين معانا هنا نيكوديموس وهو مع
السيد المسيح لما جه يمثل نيكوديموس مثله برضه بالطريقه العربيه اللي ده بيرجع للقرن ال 11 الميلادي، فعملوا برضه العمامه اللي هي بتلف على الراس ويزي منها حته واحيانا مذهبه، ولما نحطها مع مقامات الحريم في مخطوطات او كليله ودنيا او عجائب المخلوقات التزويني نلاقيها بياخد نفس الزخارف اللي كانت سائده في تصوير الشخصيات، وفي الغالب هي ملابس العصر ده اذا كان ايوبي او مملوكي بعد كده. هنا ده من كنيسه العذراء، كنيسه قدس بربارة الموجود في المتحف القبطي، ولو بصينا على الحشوه من الحشوات الموجوده طبعا ده ابيض اسود باين شويه، بنلاقي ان الموضوعات اصلا الموجوده على هذا الباب ليست لها علاقه بالرموز المسيحيه بشكل مباشر، هي موضوعات عامه لحد ما، يعني ما فيش ولا شكل صليب ولا كتابه قبطيه ولا اي شيء مباشر للمسيحيه، لكن هو واخد الفاشون بتاع الزخارف والموتيفات اللي كانت موجوده في العصر الفاطمي وابتدى من الحاجات اللي حطها على هذا الباب هو النقش الموجود قصادنا لاثنين من الحيوانات الخرافيه اللي احنا بنسميهم جريفون، اللي هو راس نسر او صقر وجسد اسد، ودي كانت سائده في الزخارف الساسانيه والفارسيه وفي العصر الفاطمي، موجوده على بعض الاطباق اللي بنشوفها دلوقتي. لما بنشوف اطباق من العصر الفاطمي موجوده نفس الزخارف اللي هو عباره عن يعني صقر. كان لما بنحط دي اللي احنا شايفينها في الكنيسه مع الزخارف المدنيه العاديه نحط جزء من شمعدان وبيبان عليه او كان ستيك هو ثابت فيه الشمعدان ويبان فيه الزخارف اللي لما بنحط ده قصاد ده بنلاقي عمليه التشابه كده. نفس الفكره برضه شبه ويطلق عليه السيناتورز اللي هي من الاساطير اليونانيه الرومانيه اللي هو جسد ادمي وجسد حصان مع بعض، فبنلاقي برضه بتتشابه في عمليه التاج اللي فوق الراس. برضه فكره على نفس الباب ده الحفلات، مجموعه بتعزف على عود، مجموعه بتخدم عليهم، بتقابل بعض زي ما يكون في حفله، وزي ما بقول لكم الموضوعات الموجوده هي موضوعات مدنيه لكن مكانها جوه كنيسه هو في الغالب وصف الفاشن اللي كان متاح في المجتمع في الوقت. لما بنقارن ده ببعض الحاجات الثانيه الخشبيه الاسلاميه اللي اتلاقت في مجموعه الوون هي اصلا بقايا القصرين اللي هو الشرقي والغربي اللي كانوا من العصر الفاطمي، بنلاقي نفس الفكره، ناس قاعده بتعزف خلفيات نباتيه على عود وعلى طبق بهذا او على زي طبله يعني بهذا الشكل، فربما لما بنحط دي في طريقه التربيع بتاعت الشخصيات الموجوده فوق والشخصيات الموجوده على الحشوه اللي من كنيسه بربارة بنلاقي هذا التشابه مع الفاشن متاح. اهو بيكرر معانا مره ثانيه نفس الفكره برضه في الوسط ان هو اللي بيطبل واللي بيعزف واللي قاعد نفس القعده، وربما يكون دي حاجه فاشن وهي ممكن ما يبقاش فيها اي رمزيات يعني، لكن هي اتنقلت جوه الزخارف العامه بتاعت المجتمع ووصلت جوه الكنيسه. نفس الفكره لما نحط دول قصاد دول بنلاقي ده حاجه يعني نمطيه متكرره. هنا لما بنحط بس الزخرفه دي واحده من حشوات كنيسه المعلقه من القرن 14 واللي هي موجوده النهارده في المتحف في القرن انجلترا، الزخارف النباتيه بتحيط بالصليب الكبير اللي قصادنا او مجموعه الصلبان الموجود هناك، لما بنحط الزخارف النباتيه دي مع الزخرفه اللي في الطبق النجمي اللي قصادنا اللي هي من منبر جامع من البترول واللي هي اتعملت ايام حسام الدين لاجئين من العصر المملوكي، بنلاقي ان تقريبا نفس الفكره في الزخارف ودي كانت بنفس الموتيفه بتاعت العصر الاموي. وبنلاقيها على بعض الزخارف اللي هي موتيفه نص ورقه مبنيه او ورقه مفتوحه، والمدلال اللي بيلف في المشهد اللي وصلنا بحيث ان هو يعمل موتيفه نباتيه. حتى بنلاقيها على بعض اجزاء من مخطوطات قبطيه او الانجيل اللي موجود في المنطقه مع الكاثوليك بس. بتبقى موجوده على السداد، بتبقى موجوده على الاجزاء الجانبيه بنفس الشكل. المثال ده كان واحد من الاناجيل بتاع المعهد الكاثوليكي هنا يوحنا بيبان هنا بيلاطس على الكرسي اللي بيقعد عليه بنفس الزخارف. واحد اسمه
يعني احنا بنقارن بس الزخرفه الموجوده النباتيه اللي فوق دي اللي من داخل الكنيسه، كنيسه اثريه أنبا أنطونيوس في البحر الاحمر، مع زخرفه ثانيه من زخارف المملوكيه في القاهره، برضه بيتشابه بشكل كبير قوي الزخرفه المنحوته بنفس شكل اللطيفه مع اللطيفه المرسومه من هناك. الزخارف اللي هي في الخورس بتاع نفس الكنيسه، انا بس هنا ممكن اعتبر اكثر نماذج من نفس الدير، لان البرنامج التصويري بتاع الدير ده تقريبا كامل بشكل كبير. برضه الزخارف النباتيه هنا لما نيجي نقارنها بزخارف ثانيه نقرب عليها، كمان نقرب على ورقه بس منهم، ونيجي نحطها مع حاجات او اثار اسلاميه برضه بتتشابه في مخطوطات، وبعض المخطوطات مثلا زي الحديد برضه على الجناب وعلى بعض الاجزاء الزخرفيه من المشهد اللي بيظهر فيه اشخاص او زي ما يكون مدخل صاله او قاعه بيبان على كل تفاصيلها. حتى على الملابس نفسها ممكن نفس الزخارف دي تبان لبعض الشخصيات. برضه زخرفه البردعه زخارف نباتيه برضه بيحط فيها المسيح. بيحط بص عليهم نشوفها نفس الحكايه. برضه بيتبنى عنها على زخرفه المخطوطه، يعني زخرفه الصليب احنا عندنا صليب اللي هو المضفر اللي بنسميه صليب اليوكا، كان عندنا صليب تاني بيحط فيه عناصر نباتيه من الورقه النباتيه، ودي بنلاقيها برضه من العصر المملوكي. نفس الحكايه لما بنقارن بقى اهلا بيك برضه مع بعض، يعني حتى في الهاله بتاعت المسيح من العناصر النباتيه الموجوده. على الحصان قرب فوكس مره فيها تلاقي هنا زي الكتابات الكوفيه، وده كان نوع من انواع الفنون اسمه الطراز، وكان في الغالب الطراز ده كان بيزخرف الكم بتاع الملابس من الايوبي والمملوكي، وهنلاقيه كمان ابتدى يستخدمه حتى ولو هو ما فيهوش عباره، كان قبل كده ممكن يحط عبارات للادعيه، لكن هنا كان بيحط بس زخارف بيكررها اكثر من مره تدي شكل زخرفي. يعني كانوا بيخمنوا هي كلمه المخلص مكتوبه اكثر من مره او متحوره اكثر من مره ونلاقيها بتتكرر معاها في كذا حاجه. فوق في الجزء اللي عند الايد اللي جاي من السماء في نفس الفكره بتتكرر، هنمشي عليها تاني وهنشوفها في الاثار الاسلاميه. بتتكرر معانا هنا كذا بردعه ثانيه من القطعات، حتى على بعض اللي هي بيسموها التطبيقيه، الحته اللي بتبقى فوق تاج العمود نفس الفكره قرب عليها استنى معانا وراها. على برضه هنا بتبان فكره بسيطه على الحصان الموجود قصادنا، بتبان تفصيله بسيطه كده بالعرض ممكن يكون بس الخط مش مفهوم وراه. بتبان بقى لما بنحطه مع مقامات او عجائب المخلوقات التزويدي على الطراز الحته اللي بنتكلم عنها دي، على كم من الملائكه الموجود قصادنا هنا. دي تفسيره ودي بتقارن برضه بنفس فكره ان يبقى في نرجع معلش للكتاب كده، ان في اشواط بتبان منها القديسين يعني متكرره معانا كتير قوي. لما بنفتكر نخش على لما بنبص على بعض المخطوطات هنلاقي ده مشهد من المشاهد اللي هيبرز بيه موضوع او هيبرز بيه شخص. تاج العمود المقلوب موجوده داخل الكنائس وشفناها على بعض الزخارف، هي موجوده برضه في الجوامع، ودي برضه من العناصر العمليه المتكرره معانا. هنا طبعا العمود معاد استخدامه فالتاج بقى قاعده وبقى تاج في نفس الوقت، في عندنا تاج فوق وعندنا تاج تم تحويله لقاعده. وده بنشوفه في الزخارف مثلا من ابو ساكر، لما بيبان المسيح في العشاء الاخراني بيجيب الاتجاه اللي على جنب اللي بيربط فيه الستاره بطريقه معينه، وكانت شائعه برضه في عمليه ربط الستائر باستخدام نفس النوع ده من الاتجاه في مخطوطات وعلى خشب. يبان معانا هنا في جنيه قدامنا نفس الفكره، فكره ربط الستاره على جنب، ربط العمود بيكون باين معانا ان هو شكل تاني نفس الحكايه. الستاير عندنا برضه زخارف الحيوانات اللي هي جريفون، حاجه موضه كانت موجوده في الكنافه، يعني برضه بتلاقيها على الكنافه
واحده من المخطوطات اذا كان كليله ودبنه او واحد من في النهايه يعني كونكلوجن كده بسيط ان الفن بشكل عام عامل زي الخط الماشي الاحمر في النص ده، عامل زي ما يكون تيوب كبير جدا، والثقافات والحضارات والايديولوجيات بتاخد من الفنون اللي زي ما عشان تخدم فكرتها الدينيه او السياسيه او الثقافيه باي شكل من الاشكال. اخر حاجه يعني ليه الفنون مش دين بشكل عام، لكن الاديان هي اللي بتستخدم الدين عشان تعبر عن افكارها ومعتقداتها. شكرا جزيلا، شكرا دكتوره شرف.